إذا علمنا كيف ننظر للحياة حتى يكون الكلام بعيدا عن التنظير الفارغ، إليك نصائح تساعدك على فهم الحياة. اسمع النصيحة الأولى، احفظها، اكتبها، برمجها في عقلك، اجعل هذه النصائح التي ستهدى إليك بمثابة ورق من ذهب. الأولى، آراء الآخرين بك هي وجهة نظر، وجهة نظرهم عنك، لا تجعلها الواقع. قول أحدهم لك إنك إنسان فاشل مجرد رأي، لن يصبح حقيقة إلا إذا آمنت في قرارة نفسك أنك فاشل. لا تسمح لأحد أن يقطع جناحيك. إياك أن تسمح لإنسان أن يقص جناحيك. فمن قال لك أنت فاشل قل وجهة نظر، لست فاشل. النصيحة الثانية، لا يمكن أن نغير الماضي، مستحيل. متى ما مضى اليوم سجل لا يغير، لكننا نستطيع أن نتعلم من الماضي. يا سادة، إذا أردنا أن نحيا في ذكريات الماضي سوف نفسد المستقبل. إذا أردنا أن نحيا بذكريات الماضي ونمسك العود ونغني على أوتار الماضي سنبقى في سجن الماضي ولن نحيا للمستقبل. يا سيدي، اطوي الصفحة، صفحة الماضي اطويها، لكن لا تنسى الدرس، تعلم. ثالثا، أحكام الآخرين على الأشياء تكشف حقيقة الآخرين، لا تكشف الأشياء. لهذا ليس عليك أن تقترب من الآخرين حتى تفهمهم. ليس أنا أريد أن أفهم فلان أو فلانة، أن أقترب منهم، من حياتهم، من خصوصيتهم، حتى أفهم من هؤلاء. كن لماحا، ستجدهم عند كل رأي يميطون الأذى أو اللثام عن داخلهم. رأي الإنسان يكشف معدنه، رأي الإنسان عن أي شيء يكشف معدنه. رابعا، السعادة مرض معدن. كيف مرض؟ نعم، السعادة مرض معدن كالكآبة، مرض معدن. اسمع هذه النصيحة، اجعل كل من حولك إيجابي، ابتعد عن السلبيين، ابتعد عن أولئك الناس الذين لو وهبت لهم الدنيا لتذكروا الموت. ابتعد عن كل متشائم، ابتعد عن أولئك الناس الذين لو أهدي لهم برجا عاجي لنظروا إلى أعلاه وخشيوا السقوط. ابتعد عنهم. أينشتاين قال كلمة جميلة، يقول الإيجابيون لديهم حل لكل مشكلة. الإيجابي لديه حل لكل مشكلة. ثم قال أينشتاين والسلبيون لديهم مشكلة لكل حل. فأحط نفسك بالإيجابيين تسعد. خامسا، السعادة قرار داخلي وليست إمكانيات. أنا لا أقلل من شأن المال والماديات، على العكس أؤمن تماما أن المال يسعد أحيانا، ولكني بالمقابل أقول أن المال ليس هو الحياة. وفي الغالب الأشياء التي لا تسعدنا لا تشترى. في الغالب الأشياء التي تسعدنا أقسم أنها لا تشترى. تسعدنا الأشياء البسيطة، دائما الأشياء البسيطة هي التي تسعدنا، وهذا من عدل الله. لو كانت الأشياء التي تسعدنا تحتاج للمال لاحتكر الأغنياء السعادة، فجعل الله السعادة في أبسط الأشياء. ربما أن تجلس في البر مع شعلة من النار ودلة من القهوة ترى أنك ملك لهذا العالم. ربما أن تجلس في بيتك في فناء المنزل وترى أبنائك يركضون حول النار أو يركضون من حولك، ترى أنك ملكت العالم. لهذا ثق أن السعادة تنبع من داخلك، والكآبة تنبع أيضا من داخلك. لهذا من عدل الله أن السعادة لا تشترى. سادسا، نحن يا سادة لا نفشل عندما نتعثر. كلنا يتعثر، كل إنسان فينا تعثر وسقط. لا يوجد طريق معبد للنجاح، لا يوجد طريق معبد للقمة، لا يوجد طريق معبد للريادة والسيادة. كل الطرق وعرة. لهذا نحن حينما نتعثر لا نفشل، إنما نفشل إذا اتخذنا قرار أن نتوقف من أول عثرة. لهذا تجد مثل في بريطانيا
جميل جدا يردده البريطانيون دائما، قالوا لا تتوقف عندما تتعب، توقف عندما تنتهي. قبل أن يخترع إديسون المصباح كان قد جرب 1000 طريقة ولم ينجح. 1000 طريقة ما نجح. سألته إحدى الصحفيات: ماذا استفدت من 1000 طريقة وأنت لم تنجح؟ قال معقبا: لم يذهب شيء سدى، لم يذهب أي تجربة، 1000 سدى. أنا اليوم يا سيدتي أعلم 1000 طريقة لا يمكن أن تؤدي إلى صنع المصباح، أعلم 1000 طريقة تؤدي للفشل وطريق واحد يؤدي للنجاح. كل عثرة في حياتك هي درس لحياتك، كل عثرة، كل تجربة في حياتك هو سطر جديد لك تتألق به. ارسم، انحت على جدران قلبك، لا تحيا أسيرا له وإنما استفد منه. 7، إذا أردت أن تغير حياتك، بداية غير أفكارك، غير أفكارك. كلنا يطمع أن يغير الحياة، حياته الخاصة، من فقر لغنى، من كآبة لسعادة، من مرض لصحة، من لكن الحياة لا تتغير بلا أفكار. أعطيك مثال، هل تعلم عن قصة أبي بكر وبلال؟ أنا لو سألتك سؤالا بسيطا: من حرر بلال ابن رباح؟ تقول الذي حرره هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أقول نعم، لكن بلال في البداية حرر نفسه، حرر نفسه وآمن فيها، وآمن بقوته وأنه سيد لنفسه. حينما قال أحد، فكان معتقدا بداخله: أنا السيد، أنا السيد ولست عبدا لأحد إلا لله. هو أول من حرر نفسه. لهذا عليك أن تكمن في قرارة نفسك أنك إن غيرت الأفكار التي تؤدي بك للكآبة ستبقى أسيرا لها. 8، الدنيا، الكرة الأرضية تدور حول نفسها، تدور حول الشمس. في درب التبانة، مجموعة الشمسية التي في درب التبانة بنفسها تجري وتدور. كل شيء في الدنيا يدور. الدنيا دولاب والزمن دوار، وكما تدين تدان. كمن يسقي الناس لابد أن يسقى مما سقى، فمن أحسن سقاية الناس سيحسن الناس له. والله سبحانه يا سادة أعدل من أن تمد أنت يدا للخير ثم تقع في مصيبة ثم لا يهيئ لك يدا للخير. كل معروف يا سيدي تقوم أنت بصناعته هو يد مساعدة لك للزمان تخبئها للغد. والله سيكفيك الحاجة، والله عز وجل سيكفيك الحاجة. والله عز وجل أرحم من أن يذيقك وجعا أنت كنت تخففه عن الناس. الله أرحم من أن يذيقك وجعا أنت تخففه عن الناس. 9 يا سيدي، القلق كالكرسي الهزاز، يحركك يمينا وشمال، أعلى أسفل، لكنه لا ينقلك لا للأمام ولا للخلف، إنما في مكانه يهتز. احسب حساب المستقبل ودع القلق وأعد نفسك، هيئ نفسك، لكن لا تنسى أن الغد بيد الله. والله عند ظن عبده به، وهو أكرم من أن تسلمه أمرك فيكلك سبحانه وتعالى للدنيا حتى تلعب بك، لا معاذ الله. 10 اجعل بينك وبين الناس مسافة. اجعل بينك وبين الناس مسافة. هذه المسافة مسافة أمان، مسافة أمان ينصح بها الخبراء دائما، خبراء القيادة ينصح بها، كخبراء السيارات والحوادث السير، يقول اجعل مسافة أمان بين السيارة وأختها، يسمون هذه مسافة الأمان. السيارات التالفة تجد من يصلحها، السيارة القديمة البالية إذا صدمت تجد من يصلحها، لكن القلوب لو صدمت بقلب آخر لن تجد من يصلح هذا القلب. فاترك لنفسك شيئا لنفسك، اترك لنفسك شيئا لنفسك. حافظ على مسافة بينك وبين المحبين، بينك وبين العاشقين، اجعلها مسافة أمان. يا سيدي اسمعها من قلب ربما يحبك. لا تبالغ بحبك لأحد، لا تبالغ بحبك لأحد، فإن صفعة الخذلان تأتي بلا مقدمات. فمسافة الأمان تمنحك أمان لنفسك ولقلبك.
ولا تراهن على حب أحد، فالقلوب متقلبة تتقلب بحسب هواها، فلا تكن أنت عبدا للحب وغيرك قد حرر نفسه من الحب. حافظ على مسافة الأمان. مرحبا بكم.